السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم أيهم الشامي. إن شاء الله رب تكونوا جميعا بصحة وبسلامة وبعافية. وإن شاء الله رب تكون هالمكالمة مكالمة سلسة وبسيطة وسهلة، وتاخذوا فيها إن شاء الله المنفعة اللي أنتم جايين كرمالها. خلينا أول شيء نشوف مين موجودين، الأشخاص الموجودة على هالمكالمة، والأشخاص اللي دائما فاتحة الكاميرات ومستعدة. كوتش محمد، كوتش دارا، كوتش سلار، اهلا وسهلا فيكم جميعا. طيب، طبعا خلينا نحكي، او خلونا نعمل مراجعه جدا جدا بسيطه عن الاشياء اللي تعلمناها بالدرس الماضي، وعلى اساسها ان شاء الله نحن راح نكمل بمكالمه اليوم. خليني اعمل شير سكرين. طيب، طبعا يلي حكيناه الدرس الماضي، حكينا نحن طبعا عن الشموع اليابانية، حكينا عن أشكالها، وحكينا إنه نحن شلون ممكن نستفاد بس بحيث إذا نحن عرفنا شكل الشمعة. وحكينا طبعا إذا نحن وقفنا بس بالماوس على أي شمعة معينة، رح نلاقي هون عنا كتابات. طبعا هون مكتوب عندي الأوبن، أو الأو، الاتش، ال والسي. وطبعا مثل ما حكينا انه الاو هي الاوبن او المنطقه اللي فتحت منها الشمعه، والاتش هي الهاي يعني اعلى منطقه وصلت للشمعه، والال هو اللو وهي ادنى منطقه وصلت للشمعه، وطبعا السي واللي هو الكلوزنج يعني المنطقه اللي اغلقت فيها الشمعه. وحكينا كمان انه وجود شمعه او وجود ديل فوق شمعه بيدل على انه السعر كان موجود باعلى هي الشمعه، وقبل ما يغلق فهو اغلق تحت او اغلق عن هذا الديل. فهذا الشيء بدل على انه، او فيكم انتم تحطوا هذا مثل مسار انه هي الشمعه كانت هون قبل ما تغلق. واذا لقينا طبعا شمعه في لها ديل من فوق، ديل طويل، فهذا الشيء طبعا بدل على قوه البائعين. يعني المشتريين كانوا عم يحاولوا يطلعوا بالسعر، ولكن البائعين ضغطوا على السعر حتى يعملوا هذا الديل. كمان حكينا انه وجود ديل تحت شمعه معينه طبعا ما بيفرق لونها. فمثلا وجود ديل تحت شموع بدل على انه قوة المشترين، يعني البائعين عم يحاولوا كانوا يضغطوا بالسعر، ولكن المشتريين عم يدافعوا عن اماكنهم. خلونا نشوف هذا الشيء بالبيتكوين بالسعر الحالي، لانه بصراحة هذا الاسبوع كمان عمل البيتكوين حركتين معينين او عمل نمط معين كمان ظهرت فيها هي الشمعات. نعمل تمام. طيب، خلينا طبعا نشوف عنا المثال اللي صار هذا تقريبا صار امبارح المساء. عندنا هون عمل البيتكوين اعطانا شمعتين في تحت منهم ديل طويل، تمام. وبعد منها طبعا هو كان هابط ووصل لمرحله معينه، اعطانا بالشمعه الاولى هذا الديل من تحت، والشمعه الثانيه ديل من تحت، والشمعه الثالثه. فانا تلقائيا عرفت انه هو ما راح يصير اختراق، وانه صار في عندنا وجود، او المشترين عم يحاولوا يثبتوا وجودهم. لحد هلا البيتكوين من بعد ما عملوا هاي الشمعتين لحد هلا هو صاعد وموصل لحد هلا تقريبا 23700. وحتى قبل اسبوع تقريبا هون عندنا ب 27 الشهر شفنا نفس هالشمعتين، كان في عندنا هبوط للبيتكوين وصل 22600، وبعدين عمل كمان هالشمعتين كمان بعد منها صار صعود. وطبعا هون كمان مثال ثاني للبائعين، وقت كان البيتكوين عم يحاول يصعد ووصل تقريبا ل 23700 كمان اعطانا هذا النموذج وبعد منها هبط.
طيب، فنرجع بقى اذكركم بس انه وجود هاي الشمعات، او انا مجرد اني انا اكتشف انه في حضور للبائعين او في سيطره للبائعين وسيطره للمشتريين، هذا ابدا مو سبب انه نحن ندخل الصفقه، ولكن هو الشرط ممكن نحن نستخدمه بيوم من الايام كشرط اساسي انه نحن ندخل على اساسه الصفقه، طبعا مع عوامل ثانيه. تمام. فهذا كان بس هيك شرح بسيط او اعاده بسيطه عن الشيء اللي تعلمناه الدرس الماضي. طيب، اكتبوا لي بالشارت، وانتم هلا عم تفتحوا على الشارت البيتكوين بشكل عام، او عم تفتحوا على اي شارت، عم تقدروا تلاحظوا هالشموع، عم تقدروا تشوفوهم بالعين المجرده، ولا عم تلاقوا صعوبه بهذا الموضوع؟ اول مره لي اليوم. دينا، يعني بشكل عام الحمد لله المكالمات كلها سجلناها، كلها موجوده، رح تنزل ان شاء الله عن قريب بالموقع الرسمي. اساسيات التحليل الفني موجوده طبعا بالجامعه. تمام. اذا انتم بتدخلوا على موقع ايجينيوس بتفوتوا على الجامعه، بتفوتوا على التعليم منتجاتي الجامعه كريبتو كرنسي، وبتلاقوهم اخر شيء هن تقريبا 12 درس. انا اول يوم وماني فاهمه، فارجع ان شاء الله للاساسيات وحكيت وين موجودين. طيب. طيب، انا شارح الاساسيات. تمام. فطبعا في فرق بين الديل الاعلى والاسفل، مثل ما حكيت وجود الديل الاعلى بدل على قوه البائعين، وجود الديل الاسفل بدل على قوه المشترين. طبعا هذا الشيء نحن شرحناه المحاضره الماضيه، والشخص اللي ما كان موجود فالمحاضره ان شاء الله مسجل. طيب، خلونا نروح لمحاضره اليوم والشيء اللي راح احكي فيها. طبعا الدرس الماضي علمنا التحليل الزمني. ان شاء الله يعني بس لخلص التحليل الفني راح بلش تلقائيا بالتحليل الزمني، وراح اشرحه ان شاء الله بشكل كمان جدا بسيط وواضح. طيب، نرجع بقى ان شاء الله لمحاضره اليوم. حكينا الدرس الماضي انه السوق او الرسم البياني اللي احنا بنشوفه قدامنا هو عباره عن بائعين ومشتريين، حرب بين الاثنين. تمام. حكينا انه دائما في اشخاص بدها تبيع واشخاص بدها تشتري، والغلبه دائما للسيوله الاكبر. طيب، فعنوان درسنا لليوم هو الدرس الثالث طبعا التحليل الفني، راح يكون كيف ارسم الترند وكيف احدد الاتجاه. تمام. لانه رسم الترند مختلف عن مفهوم تحديد الاتجاه، وراح اشرحه ان شاء الله بالجي. ولكن خلونا اول شيء نعرف، طبعا بتوقع 90% من الاشخاص الموجوده على المقايمه بتعرف المصطلحات، بس ممكن يكون في بعض الاشخاص ما بتعرفها، وممكن يكون مفهوم المصطلحات هي شوي غلط. لنعرف انه اول شيء نسمع احنا كثير انه بالوقت الحالي او الحيتان عم تضحك على القطيع، او القطيع ماشي غلط، او شو ما بدكم من هذا الاساس. القطيع، مصطلح القطيع او الهيردز، هو عبارة عن الأشخاص اللي هي موجودة بالسوق اللي بتلحق بعضها. ليش إنه بيسموهم قطيع؟ إنه كلياتهم بتصرفوا نفس التصرف وبيتحركوا بنفس الحركة. والحيتان هم بشكل عام الأشخاص اللي هن بشكل عام حسب مفهوم الأغلبية إنه هن اللي بيحركوا السوق، وهن اللي ماسكين السوق بشكل عام. طيب، خلينا نحكي شوي بس عن فكرة القطيع. القطيع طبعا مو شرط انك انت قطيع معناها انت شخص ما عندك اموال، او في بعض الاشخاص كثير بتفكر انه القطيع هو الشخص اللي ما بيمتلك اموال نهائيا. طيب، القطيع بشكل عام انت ممكن تعرف انه اشخاص عديمين الخبره، يعني الشخص بشكل عام اللي فايت يتداول، واللي قرر انه هو يحط اموال حقيقيه ويتداول فيها حتى ما يكون لسه بيعرف معلومات كافيه تخليه يتداول بهذا المجال. والاشخاص اللي بتعتمد فقط على الاخبار، يعني مثلا انا بفتح تويتر وبلاقي مثلا شخص بيحكي انه العمله الفلانيه حتطلع على القمر، فانا بس من هذا الخبر بروح بمسك اموالي وبحط بها العمله، وبعد منها بتفاجئ انه هي اصلا هبطت ما طلعت. لازم نحن نعرف كمان انه بعض الاخبار بتطلع بس لغايه معينه، يعني حتى كمان يخلوا القطيع يروح باتجاه معين. طبعا بالنقطة الثالثة الأشخاص اللي بتتداول على مشاعرها، يعني الشخص اللي هو أصلا حس إنه والله السوق صار له فترة كثير عم يطلع، هلا صار وقت الهبوط، أنا هيك إحساسي بيحكي لي. فطبعا عندنا هلا هالثلاث أشياء اللي بتخلي القطيع يكون أصلا قطيع. فالقصة ما لها علاقة إنك أنت أصلا ما معك أموال كثير، ممكن أنت تكون معك رأس مال كثير كبير ولكن تكون حتى أصلا من القطيع. طيب،
نحكي كمان عن الحيتان. الحيتان مو شرط انه الشخص يكون حوت انه هو يكون شخص غني جدا واللي هو عم يحرك السوق بسيولته. لا طبعا، لازم نعرف انه في كثير اشخاص اصلا موجوده بالسوق معها اموال كثير، ورغم هيك هن بيضلوا اصلا من القطيع، لانه اصلا ما عم يقدروا يعرفوا ما عم يقدروا يفهموا السوق. طيب، فالحيتان هن بشكل عام هن صناع السوق، وبشكل عام طبعا بسوق الفوركس ممكن ينطلق على الحيتان هن بشكل عام، اوقات ممكن يكون البنوك والشركات الكبيره. طبعا الخبراء الاكسبرتس، يعني انت ممكن تكون اصلا ما معك كثير اموال، ممكن يكون معك دوب $10,000، ولكن انت اكسبرت، انت شخص خبير. طيب، شو بيفيدني انا هذا الكلام؟ لازم نعرف انه بسوق العملات الرقميه صناع السوق هن الاكثر اشخاص بيربحوا، هن الحيتان. تمام، الحيتان اللي موجوده بسوق العملات الرقميه هي اكثر اشخاص بتربح. آه الحيتان، نحن وجودنا بهذا المجال، طبعا نحن كمبتدئين بهذا المجال بدنا نحاول ما نكون من القطيع، ونحاول طبعا نكون من الحيتان، ونفكر طبعا نحن مثل الحيتان، ونحاول طبعا ناكل بشكل بسيط مع الحيتان الكبيره ومع الميزانيه الكبيره. لانه للاسف 90%، اكثر من 90% من المتداولين باسواق المال هن من القطيع. لازم تعرف انه طالما في 90% من العالم بتخسر، فال 90% خسارتهم بتروح عند ال 10% اللي هن اصلا الحيتان او صناع السوق او الخبراء. تمام؟ طيب، نجي بقى لفكره انه الحيتان وجودها باسواق المال هي دائما وانا حكيت المره الماضيه حكيت انه بالتحليل الفني نحن بنحاول ندرس النمط او بنحاول ندرس سلوك السعر، وعلى سلوك السعر اوقات بتجينا اشارات انه نحن لازم نفوت صفقه، او على اساسها ممكن تكون صفقه صعود او هبوط. لازم نعرف انه الحيتان اوقات بتحاول تعمل باترن، الباترن هو بشكل عام الشكل او النمط، بتحاول تعمل نمط معين، بتحاول تنصب فيه فخ للقطيع، وهذا الفخ بشكل عام هو اللي بيخلي القطيع قطيع. يعني الحيتان هلا طبعا رح اخذ مثال، رح تلاقوا انه الحيتان دائما بتعمل نموذجات معينه بتقنع فيها القطيع بالنقطه او الزاويه اللي هن اصلا عم يحاولوا يخلوا القطيع يفكر فيها بهذا المجال، طبعا كله لفوائدهم الشخصيه. طيب، خلينا نروح نشوف هذا الكلام على ارض الواقع. لامسك انا طبعا البيتكوين اللي حط طبعا على الفريم اليومي حتى ناخذ من صوره اكبر. طيب، خلونا نمسك بدايه سنه 2022، وقت كان البيتكوين طبعا بسعر 48,000، او حتى قبل منها وقت كان اصلا البيتكوين ب 69,000. تمام؟ فاللي احنا بنشوفه وقت كان البيتكوين بسعر 69,000، طبعا هي اعلى قمه وصلها البيتكوين بالوقت الحالي، اعلى قمه. فالبيتكوين وصل 69,000، وبعد منها بقى بلش هبوط. وقت هو بلش هبوط، في كثير عالم من الاشخاص فكرت انه هذا مجرد هبوط تصحيحي، وهو بعد منها رح يكمل الصعود تبعه. فنشوف مثلا عند هالنقطه، نوصل عند هالنقطه، بنشوف عند هذا المربع وقت كان البيتكوين، وقت نزل البيتكوين من 69,000 وصل حتى ل 30,000. في كثير عالم فكرت انه هذا اصلا هو مجرد هبوط، ولا هو رح يعمل حركه تصحيحيه ورح يكمل صعود من خلالها. هذا هو الشيء اللي بينوه الحيتان، انه هو هلا هبط وعملوا هاي الشموع. شايفين هاي الشموع؟ هاي الشموع كثير اللي طلعت اصلا من ال 36,000 لل 48,000، هي اصلا كانت خطه من الحيتان بتوهم القطيع انه هلا بعد الصعود او بعد هالشمعات اللي صارت البيتكوين المفروض يكمل هبوط. ولكن الشيء اللي صار بنشوف بعد منها طبعا انه البيتكوين دخل بمرحله البير ماركت او مرحله الهبوط، وفي كثير اشخاص اشترت من نقطه 48,000 اللي هي اصلا كانت اعلى نقطه، او هو مثلا هو كان الفخ اللي حطوه الحيتان. فالاشخاص اللي اشترت من هون طبعا خسرت خسارات كبيره هيك حتى وصل السعر البيتكوين ل 17,000. طبعا كلنا بنتذكر وقت البيتكوين عم طاع 17,000. نرجع نطلع هون بنلاقي انه بعد ما صار 17,000 نلاقي كمان انه البيتكوين بعد منها حاول يعمل سلوك معين، حركه عرضيه. طبعا هلا رح احكي عن الحركات العرضيه.
حاول يعمل حركه عرضيه بين فيها انه القاع انتهى او القاع تثبت عن 17,000. وانا احكي كلمه قاع، كلمه قاع معناها هو ادنى سعر وصلت له العمله بالوقت المعين او بالسيزون المعين. تمام؟ طيب، فبنلاقي انه بعد ما العالم مثلا كانت خايفه، او العالم وصار القاع 17,600، بتلاقي كثير عالم اصلا سحبت اموالها من السوق، لانه هي اصلا كانت لسه عم تستنى الهبوط الاكبر، كانوا لسه متوقعين هبوط اكبر. فوقت البيتكوين طلع وعمل 25,000 خلال تقريبا خلال شهرين، طلع من 17,600 لل 25,000، العالم فكرت انه خلص يعني البيتكوين طالع، البيتكوين صاعد، وصلنا اخذنا القاع، والقاع كان عن 17,600 وطلعنا. كمان بنلاقي انه وقت العالم اشترت من 25,000 اللي هي اصلا فكرت انه كان في صعود، كمان دخلنا بالهبوط الثاني، ودخلنا كمان بالنقطه اللي نحن موصلين عندها اليوم. فضل عم يهبط البيتكوين لحد ما وصلنا طبعا لل 15,600. طيب، شو الشيء اللي صار هلا؟ وبدي اياكم بقى تركزوا انه هذا الشيء كمان رح يفيدنا بحركه البيتكوين القادمه. تمام؟ فالشيء اللي صار هلا انه بعد ما هبط البيتكوين ل 15,600، يمكن 90% من المحللين بالسوق كانوا متوقعين انه 15,600 هو ملقى، وانه لسه القاع الحقيقي جاي، ولسه الناس توقعت 10,000 و8,000 و9,000 والى اخره. والشيء اللي صار هلا انه طبعا بعد حركه عرضيه ممله ضلت تقريبا 60 يوم، كمان شهرين، بلش البيتكوين يعمل صعود رالي. وكلمه صعود رالي هو يعني صعود بلا توقف، البيتكوين فقط عم يطلع. فشو اللي صار؟ رغم انه البيتكوين عم يطلع والايجابيه موجوده، صار في خوف من الاشخاص انه هي اصلا تفوت بالعمله، وصار في عدم ثقه بالنفس وبالعمله بشكل عام. العالم صار يقول لا انا ماني، يعني انا ما راح افوت هلا، وانه اذا بدي افوت هلا راح يرجع يهبط مثل قبل، وراح يرجع يكون هذا كمان فخ ثاني. فلازم نعرف شغله واحده بس، انه اي حركه عم بتصير بالشارت، او اي حركه عم تنرسم، هي عباره عن نموذجات معينه الحيتان تحاول توصلنا اياها. فشو الشيء اللي بدي اياك تتعلمه، او شو الشيء اللي بدي اياك تفهمه هلا من هالكلام اللي عم بحكي لك اياه؟ الشيء اللي عم حاول وضحه انه بدي اياك تحاول دائما تفكر كتفكير انت كيف ممكن تكون حوت، كيف انت ممكن تعرف تفهم انه انا مثلا وقت اشوف هلا انا بالوقت الحالي بشوف قدام مني صعود رالي للبيتكوين، تمام، موصل هو 23,700 وطالع، فهو عم يعطي ايجابيه مطلقه من دون اي تردد، وصعود بلا توقف. صار له تقريبا من بدايه السنه، من بدايه سنه 2023 لحد هلا هو البيتكوين رايح فقط ركود. فبدي اياكم تكتبوا لي هلا بالشات، انت كحوت، هل انت هلا عم تعمل نموذج معين بدك ياني انا كقطيع افهمه، او هل انت عم تحاول تدفعني لزاويه معينه تخليني افكر اني انا اشوف الطريق من خلالها؟ فبدي اياكم تكتبوا لي هلا بالشات شو تتوقعوا، شو بتتوقعوا يكون المفهوم طبعا هلا تبع الحيتان اللي هي عم تحاول توصلنا اياه. شو الشيء انتم هلا ممكن تتوقعوه الرساله اللي عم تحاول توصلنا اياها الحيتان هلا؟ اكتبوا لي بالشات، اكتبوا لي تعليقاتكم. طيب، كيف ممكن نعرف انه التصحيح يكون اكثر او اقل ما مثل ما صار اخر شيء؟ هذا الشيء طبعا احنا رح نتعلمه بالدروس الجايه، ولكن انا هلا بدي احاول بس اوصل الفكره. تمام؟ هذا اغراض القطيع مع بدايه السنه، الايجابيه العاليه ممكن تكون دليل على انه رح يصير هبوط، ماني فاهمه شيء. عم يوهم الناس انه رح يهبط مثل ما صار من قبل، صعود قادم. تمام. تمام. فمثل ما اغلبكم حكى، انه الشيء اللي عم يحاولوا يبينوا لنا اياه الحيتان هلا انه الصعود مستمر والصعود قادم. فانا هلا رح انهي طبعا رح انهي التحليل تبع هالنقطه، ورح نفوت ان شاء الله كمان بموضوع مهم جدا نحن لازم نعرف عنه او نحكي عنه اليوم. طيب، من شوي انا حكيت انه فتنا مثلا بمرحله عرضيه، او بمرحله
بمرحله صعبه. شو يعني مرحله صعبه؟ شو يعني اصلا حركه عرضيه؟ خلينا اول شيء لازم نعرف نحن انه وقت نحن بنحكي عن اسواق المال، فدائما في ثلاث طرق بيمشي فيها السوق لا ثالث لهما. تمام؟ ثلاث طرق ما لهم ثالث. طبعا عندنا حركه صاعده، او بنسميها طبعا نحن بنسميه سوينج هاي، يعني حركه صاعده. تمام؟ عندنا طبعا شيء اسمه، هذا بحطه باللون الاحمر طبعا، حركه هابطه. تمام؟ بس لا احطها هيك، حركه هابطه وحركه عرضيه. راح اشرح عن الثلاثه طبعا ان شاء الله بشكل كثير مبسط. طيب، السوق كلياته عباره عن يا اما حركه صاعده، يا اما حركه عرضيه، يا اما حركه هبوط. طيب، لازم نعرف انه كل موجه بيتحركها السعر او بتتحركها العمله، لازم يكون موجوده فيها هالثلاث عوامل: الصعود، الحركه العرضيه، والهبوط. ولازم نعرف دائما انه لكل فعل في رده فعل. يعني اذا صار صعود قوي، لازم بعد منها انا اكون اصلا مستعد هبوط قوي. ممكن ما يصير بعد يوم ولا يومين ولا شهر، ولكن حيكون في رده فعل بنفس القوه اللي صار فيها الصعود. وطبعا في عندنا شيء اسمه المرحله العرضيه. طيب، المرحله العرضيه هي المرحله اللي السعر اصلا ما بيروح فيها ولا اي اتجاه. يعني بنلاقي مثلا صعود، هبوط، صعود، هبوط، مو رايح لاتجاه معين، فهو ماشي بنفس مكانه. طيب، فانا هلا مثلا لما اجي اوقف على الفريم الشهري، مثلا امسك الشمعات الشهريه، بلاقي مثلا على سبيل المثال، بس لا امسح كل شيء، بلاقي مثلا هي الشمعه يلي صارت. تمام؟ او مثلا خليني امسك هي الشمعه، خلينا نلونها بس. لنمسك مثلا على سبيل المثال هي الشمعه. انا هون بالنسبه لي شايف انه هي الشمعه بس هبوط. بس ما اجي طبعا انه شرحها اكثر وتطلع من غير زوايا، بلاقي انه هي الشمعه اللي هي اصلا كانت بس هبوط. بس لنفتح نشوف بس طبعا على طبعا بنلاقي انه هي الشمعه اللي احنا عيناها، اللي احنا كنا شايفينها بس هبوط، كمان كانت تتكون من طبعا مثل ما حكينا موجات، او مثلا موجه صعود لنفسه، مثلا موجه صعود. تمام؟ وكانت تتكون من موجه هبوط، شايفين هون عندنا حركه هابطه. تمام؟ وكمان كان فيها حركه عرضيه اللي هي موجوده هون. فكل موجه موجوده لازم تكون فيها ثلاث عوامل. طيب انا هذا الحكي شو بيفيدني؟ لازم اول شيء نعرف انه دائما بتكون الحركه العرضيه، او الحركه اللي بتكون مثلا مثل هيك حركه عرضيه ما لها اتجاه معين، عم تتحرك بمكانها، هي دائما افضل وقت للشراء وافضل وقت للبيع. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بشكل عام، ان كان رح يصير صعود، لازم بنسبه 90% طبعا يصير، قبل ما يصير صعود لازم نمر بحركه عرضيه. قبل شيء، قبل ما احكي عن هذا المثال، خليني اسال بالشغله، هل المعلومات هي كلها واضحه لحد هلا؟ هل في شخص عنده اي سؤال لحد هلا عن هذا الموضوع؟ واضح، ممتاز. واضح، واضح، ممتاز كثير. ممتاز كثير. ممتاز. وضح لو سمحت. شو الشيء اللي ما فهمته بالضبط؟ لا عاد لك يا، ما عندي مشكله. لكل فعل ردة فعل، مضبوط. طيب، فلارجع عيد لارجع عيد
بشكل عام الاشخاص اللي يمكن ما عم تفهم المعلومات كلها الموجوده، فبيكون ممكن نسبه كثير كبيره انت مو حاضر اصلا الاساسيات. وانا حكيت طبعا قبل ما بلش هذا الكورس انه اذا انت ما حضرت الفيديوهات الاساسيه اللي موجودين بالجامعه فانت بنسبه 99% ما رح تفهم الحكي اللي عم بحكيه. فلازم حتى الواحد يفهم هالكلام اللي عم بحكيه لازم يبلش بالاساس. فالفيديوهات موجوده بالجامعه حبايبي، وفيكم تبلشوا فيها من الصفر. هن 12 فيديو يعني ما بياخذوا منكم اكثر من ساعتين. طيب، فنرجع بقى لموضوعنا. قبل ما يصير اي حركه، ان كانت هبوط او ان كانت صعود، لازم نفوت مثل نموذج عربي او نموذج عرضي عفوا. هذا النموذج نحن وقتها ممكن نحدد من خلاله اذا الحركه القادمه رح تصير صعود او هبوط. تمام؟ طيب، ليش؟ طيب خلينا نشرح هذا الموضوع. اذا انا هلا مثلا بدي اشوف حركه البيتكوين الحاليه، تمام؟ حركه البيتكوين الحاليه، نرجع بس لمحل ما كان. طيب، خلينا نشوف هون شو صار قبل طبعا ما يبلش الصعود. هون عندنا نحن حركه عرضيه، تمام؟ حركه عرضيه كانت تقريبا مدتها بس نحط على الفريم اليومي. كان عندنا حركه عرضيه كانت مدتها تقريبا 26 يوم او اكثر، حتى انه الحركه كانت من هون كانت تقريبا 61 يوم، يعني تقريبا شهرين. طيب، فشو صار هون؟ كان عندنا هون حركه عرضيه وبعد منها صار انفجار، صارت العمله طايره طيران، طارت رالي. شو اللي صار؟ طيب، بهالحركه العرضيه بصير دائما نموذجين او بصير دائما فعلين. فعل بنسميه تجميع وفعل بنسميه تصريف. طيب، الفعل او الحركه العرضيه يلي هي بتجي قبل الصعود، يعني اذا انا كان عندي هلا حركه عرضيه وصار بعد منها الصعود، بسميها تجميع، انه السعر كان عم يجمع. طبعا نحن بنشوف انه البيتكوين صار 23800. طيب، فالتجميع شو يعني اصلا فكره التجميع؟ طبعا قبل ما يصير الصعود لازم يصير في تجميع بالميزانيه. لازم يكون تكون العمله عم تجمع سيوله، ضل عم تجمع سيوله حتى بعد منها تنفجر وتطير. تمام؟ ونفس الحركه هي العرضيه ممكن نشوفها حتى قبل الهبوط. يعني مثلا اذا نحن بنفتح هون نشوف كمان كان في عندنا حركه عرضيه وبعد منها انتهت بالهبوط. آه هاي الحركه هي نحن بنسميها تصريف. ليش؟ لانه كان في سيوله موجوده بكثره، ولحد ما يصير الهبوط لازم صانعين السوق يصرفوا هالسيوله الموجوده. فهالحركه كمان نحن بنسميها التصريف. طبعا انا بالمستقبل رح احكي بشكل اكبر عن هذا الموضوع ورح اشرح بشكل كثير مبسط وامتى اقدر اميز التصريف، امتى اقدر اميز التجميع وشو الفرق بيناتهم. ولكن هلا انت يكون عندك بس المعلومات الاساسيه حتى وقت انا اشرح النقطه الجايه انت تفهم. طيب، حكينا طبعا نحن هلا عن الحركات العرضيه، حكينا عن انه الحركه الصاعده اسمها سوينج هاي، طبعا هاي يعني الاعلى، وعندنا الحركه الهابطه اسمها سوينج لو. تمام؟ طيب، لازم نعرف اذا انا هلا مثلا بدي امسك، اقعد ارسم. تمام؟ برسم هيك سوينج هاي، سوينج لو، سوينج هاي، سوينج لو، سوينج هاي، سوينج لو. تمام؟ كل شمعه او كل موجه صعود هي سوينج هاي، وكل موجه هبوط هي سوينج لو. فعندي هون سوينج هاي، سوينج لو، سوينج هاي، سوينج لو، سوينج هاي، سوينج لو الى اخره. تمام؟ هل هذا الشيء واضح لحد هلا؟ حدا عنده سؤال لحد هلا عن هالنقطه؟ لانه النقطه الجايه رح تكون كثير مهمه، ورح اعطيكم ان شاء الله كمان موضوع رح يساعدكم كثير انكم انتم تشوفوا هالاشياء بطريقه اوضح. واضح مشكور كوتش. اول محاضره معك، ايش اسمك؟ انا اسمي ايهم الشام. واضح مشكور، شكرا كثير. هل هذا الشيء واضح كل لحد هلا حبايبي؟ كل شيء واضح لحد هلا؟ واضح، واضح، ممتاز، ممتاز كثير. طيب،
فلازم نعرف انه كل ما يكون عندي موجه صاعده او شمعات صاعده هي بتكون سوينج هاي، بتكون عندي سوينج لو. تمام؟ طيب انا شو بتفيدني هالمعلومات؟ اذا انا هلا مثلا بدي اطلع، اوكي، انا هلا مثلا قدامي مثلا هذا النموذج، عندي سوينج لو وعندي سوينج هاي، عندي سوينج لو وعندي سوينج هاي، عندي سوينج لو وعندي سوينج هاي. طيب في معلومات مهمه لازم اعرفها، وفي معلومات للاسف مشروحه، او في بعض الاشخاص كثير بتعرفها بالطريقه الخطا. في اشخاص كثير بتحكي لك حتى انا اقدر حدد الاتجاه تبع السوق، انه انا مثلا اعرف اذا هل هذا السوق هلا ماشي باتجاه صعود او باتجاه هبوط. انا علي بس اني ارسم الترند، انه مثلا بس اعمل الترند لاعلى او لاعلى قمتين. لانه طبعا مثل ما حكينا انه كل سوينج هاي هو قمه، وكل سوينج لو هو قاع بشكل عام. تمام؟ فوقت انا مثلا ارسم سوينج هاي سوينج لو سوينج هاي سوينج لو سوينج هاي سوينج لو الى اخره لحد مثلا لهالقمه، ففي كثير اشخاص بتفكر انه حتى انا ارسم الترند الصاعد، او انا حتى ارسم الحركه الصاعده، او انا اعرف انه هلا الحركه هي صاعده، لازم بس انه انا شد ترند من قمه او من القمم تكون اعلى من القمم اللي قبلها. يعني لازم يكون عندي قمه، هي القمه طبعا لازم تكون اعلى من القمه اللي قبلها، وهي القمه لازم تكون اعلى من القمه اللي قبلها، وهي لازم تكون اعلى من القمه اللي قبلها. فانا هيك قدامني اتجاه صاعد، صح ولا لا؟ هي الفكره اللي اخذتها نص العالم، انه انا هلا بس مجرد ما مسكت الترين وشديته بين القمم راح يكون عندي اتجاه صاعد. فهذا الشيء للاسف غلط، هي الفكره للاسف غلط. ليش؟ القاعده بتحكي لك حتى انت تقدر تبين او تقدر ترسم اتجاه، لازم اذا انت مثلا بدك تعرف اذا هذا الاتجاه صاعد ولا لا، لازم يكون عندك قمه، قمه اعلى من القمه اللي قبلها، وقاع اعلى من القاع اللي قبله. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا ناخذ مثال، مثلا قدامنا هون نعمل هيك ونعمل هيك نعمل هيك. خلينا مثلا اخذ مثال. هلا انا مثلا اذا بدي احاول اعرف اتجاه هذا، انا قدامني هون سوينج لو وعندي هون سوينج هاي، يعني عندي هون القمه. تمام؟ عندي هون قمه، عندي هذا القاع اعلى من هذا القاع اللي قبله، بس مو اعلى من هذا، او هذا اعلى منه. فانا ما فيني اشوف انه هذا اتجاه هابط، فهذا بيكون بالنسبه لي اتجاه عرض. فلحتى انا اقدر اميز الاتجاه الهابط لا او الاتجاه الصاعد، هلا طبعا الاتجاه الصاعد لازم يكون عندي قمه اعلى من قمه، وقاع اعلى من قاع. والهبوط بالعكس، اذا طبعا انا كنت بدي ادور على الحركه الهابطه، لازم طبعا يكون عندي، بحاول ارسم هون، نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك، طبعا نعمل هيك ونعمل هيك. طيب فانا هون كمان هلا عم بدي ارسم، او انا هلا بدي اعرف انه اتجاه هابط، لازم يكون عندي بالاتجاه الهابط لازم يكون عندي قمه ادنى من قمه، وقاع ادنى من قاع اللي قبله. طبعا هذا القاع ادنى من هذا، والقمه هي ادنى من هي. هل هذا الشيء واضح حبايبي؟ كيف انا اعرف حدد الاتجاه؟ هل هذا الشيء واضح هلا، ولا بتحبوا اني اعيد؟ ما عندي اي مشكله اذا حابب تطلب مني اني اعيد. واضح، واضح، ممتاز. طيب لنجي بقى للنقطه المهمه، طيب انا هلا عندي هاي هون، وعندي سوينج هاي هون، وعندي سوينج هاي هون، وعندي سوينج هاي والى اخره. كل هي عندي اياها سوينج هايات، نقطه هون ونقطه هون. خليني احددهم مثلا، او حتى مثلا اذا بدي اخفي هذا النموذج كله، المفروض نحن نقدر هلا نميزه بالعين المجرده. صار عندي انا هلا هون عندي هاي، عندي سوينج لو، عندي سوينج هاي، سوينج لو، سوينج هاي، سوينج لو. طيب امتى انا بقدر حدد السوينج هاي، او انا مثلا بقدر اعرف انه هي
انا ضل مثلا هلا عندي شمعه 2 3 4 5 الى اخره. انا مثلا اي وحده من هالشمعات لازم ارسم عليها السوينج هاي، او لازم اعرف انه هي سوينج هاي. طبعا لازم دائما اطلع لاعلى. هلا مثلا عندي هاي الموجه، تمام، عندي هيك وعندي هيك، صح ولا لا؟ انا هي عندي اياها موجه. فانا اي وحده من هالشمعات هي بالنسبه لي هي السوينج هاي، او انا فيني اخذها كمثال للسوينج هاي. لازم طبعا اطلع انا بهالقمه او بهالموجه الموجوده شو هي الشمعه يلي عامله اعلى ديل. يعني وقت انا قادر احط او عين على هالشمعه يكون الرقم المكتوب فوق عند الهاي هو اعلى رقم من الشمعات يلي قبلها. فعلى سبيل المثال انا عندي هلا هي الشمعه، هي الشمعه اعلى من هي واعلى من هي واعلى من هي واعلى من هي، تمام، واعلى من كل الشمعات اللي قبلها. فهي الشمعه بتكون الي هي الشمعه يلي انا برسم عليها السوينج هاي. وبتيجي كمان كثير اسئله، هل انا ارسم الشموع او ارسم الهايات على جسم الشمعه او على الديل؟ نرسم نحن طبعا الهاي على الديل، انه هو بيحدد انه اعلى منطقه وصل له السعر. طيب، فطبعا مثل ما حكينا من شوي انه عندي هون طبعا سوينج لو، عندي هون سوينج هاي، طبعا نرسمها عند ديل الشمعه من فوق، سوينج لو، سوينج هاي عند ديل الشمعه من فوق والى اخره. فمثل ما نحن هلا حنشوف طبعا، حنشوف انه عندي مثلا عندي هذا القاع، او عندي مثلا هي القمه. هي القمه كانت اعلى قمه لهي الموجه، بس مو اعلى وحده، يعني هي اجت اعلى منها وهي اعلى منها وهي اعلى منها والى اخره. طيب، هدول شو اسمه؟ وانا شو بيفيدني اعرف هالمعلومات؟ طبعا هلا انت مجرد انك انت عرفت المسميات او انت فهمتهم حتكون طالع ان شاء الله بهالمكالمه يعني بافاده كبيره، انه هالامور رح تفيدنا كثير بالمحاضرات الجايه. طيب، طبعا هلا نحن حكينا انه هالموجه اسمها سوينج هاي، تمام، فنحن بنرمز لها بالاس اتش، تمام، سوينج هاي. سوينج هاي يعني موجه صاعده، تمام. وعندي هالموجه اللي هي اصلا هابطه اسفلها عند القمه بنسميها اس ال، سوينج لو، تمام. عندي هون سوينج لو، وعندي طبعا هون كمان سوينج هاي، وعندي هون سوينج لو، وعندي كمان هون سوينج هاي، وعندي هون، لا، وعندي هون سوينج لو، تمام. طيب، انا هلا عندي اكثر طبعا من سوينج هاي، وعندي اكثر من سوينج لو. لسه عندي هون وعندي هون وعندي هون وعندي، هي كلها سوينج هايات وسوينج لوز، تمام. هي كلها سوينج هايز وكلها هي سوينج لوز. انا هلا كمان حكيت انه حتى انا قادر احدد الاتجاه لازم يكون عندي قاع اعلى من قاع. اذا بدي اعرف الاتجاه صاعد يكون عندي عفوا قمه اعلى من قمه وقاع اسفل من قاع، تمام. طيب، انا قدامي هي كلها سوينج هايز وهي كلها سوينج لو، هي كلها سوينج لوز. طيب، هاد بالنسبه لهاد، او عفوا هذا السوينج هاي انا بشوفه هون، او ممكن مثلا هاد ممكن يكون اعلى منهم كلياتهم. يعني هذا هو كان اعلى واحد، هي اعلى قمه موجوده بين كل هالموجات اللي صارت قبل طبعا ما يصير الكسر ويصير هذا الهبوط. فانا هون كان قدامي طبعا طريق سوينج هاي سوينج هاي سوينج هاي، كله قمم، واجت هي اعلى قمه. فهي القمه هي بالنسبه لهدول القمم كلهم بنسميها الهاير هاي. يعني بنسميها الهاير هاي، يعني اعلى من الاعلى تقريبا اذا بترجمها للعربي. فهي القمه اللي هي اجت اعلى من كل هالسوينج هايات اللي قبل منها، تمام. ممكن كمان يجي مثلا هذا السوينج لو، على سبيل المثال هالسوينج لو هذا، بس لا امسك السوينج لو هذا بنسميه لور لو، يعني ادنى من السوينج لوز اللي كانوا قبله، تمام، ادنى من السوينج لو اللي كانوا قبله. هل هذا الشيء واضح لحد هلا؟ هل كل شيء واضح لحد هلا؟ واضح، ممتاز. حدا ما فهم النقطة؟ واضح واضح، ممتاز كثير. طيب، نيجي بقى للموضوع. انا هلا بالنسبة كمان اذا انا حابب كمل،
انا هلا حابب اكمل بالرسم. طبعا هلا صرنا نعرف انه هي كمان شو اسمها هي هالنقطة هون شو اسمها؟ إذا بتسأل بالشات هذا السوينج شو اسمه؟ هي الشمعة شو بنسميها؟ اس اتش سوينج هاي سوينج هاي. طيب هذا سؤال جميل، ممكن يكون لللور لو سوينج لو؟ طبعا هذا سؤال جدا جدا جميل. لنفترض انه انا مثلا هلا عم حلل، تمام؟ عم حلل سؤال جدا جميل. انا عندي اياها هي لور لو، نفترض انه مثلا هي الشمعه لسه ما تكونت، تمام؟ انا عندي اياها هيك لور لو. انا بالنسبه لي لحد هلا هي ادنى لو صارت من كل هاللوات اللي قبلها. فمجرد تقريبا ما يصير، نشوف بس، افترض مثلا بعد منها صار هيك وصار هيك وصار هيك، تمام؟ وصار هيك. فتلقائيا هي وقتها ما راح تكون لور لو، لانه حيكون وقت في لو قبل منها، فوقتها هي حتكون سوينج لو وحتصير هي اللور لو. طب اذا بعد منها مثلا هي بالموجه الحاليه ما اجى لو ادنى منها، يعني مثلا اذا خلصت هي الموجه وما اجى لو ادنى منها، فحتضل هي اللور لو، تمام؟ طيب حتضل هي اللور لو. طيب نرجع بقى نمسك هذا المثال، نمسك هي الشمعة. هي الشمعة عندي إياها مثلا، أنا سألت بالشارت وكلكم جاوبوا صح، هي اسمها سوينج هاي، تمام؟ هي الشمعة اسمها سوينج هاي. طيب جميل، هي الشمعة اسمها سوينج هاي. طيب أنا بدي أكمل رسم، عندي هون السوينج هاي وعندي هون كمان سوينج هاي، تمام؟ عندي هون كمان سوينج هاي، عندي هون كمان سوينج هاي. طيب بدي أسأل سؤال بالشارت. هلا بشكل عام عرفنا انه هي لانه هي اعلى منهم كلياتهم، هي اسمها هاير هاي، انه اعلى منهم كلياتهم. طيب انا هلا قدامي هون سوينج هاي، تمام؟ هذا السوينج هاي اجى اعلى من الهاي اللي قبله، عفوا اجى اعلى من الهاي اللي بعده، اجى اعلى من الهاي اللي بعده. فهذا اذا هذا تقريبا اذا هذا السوينج هاي بده ينادي لهذا، شو بينادي له؟ او عفوا اذا هذا السوينج هاي بده ينادي لهذا، شو بينادي له؟ مين راح يجاوب؟ اذا هذا السوينج هاي، اذا هذا بده ينادي لهذا، هو هذا السوينج هاي اعلى من هذا، شو بينادي له؟ صحيح، لحد هلا عندي جواب واحد صح. اخي الصغير. هاير هاي. لا مو اخي الصغير، لا مو هاير هاي. طيب الشخص اللي جاوب صح اسمه ديار. طيب الجواب الصح هو بنسميه نحن، لانه هذا ادنى منه، بنسميه هاد بالنسبه لهاد بيكون لور هاي. يعني هاد اذا بده يطلع لهاد بيقول له انت هاير لو، هاد بيكون هاد لور هاي. انا بعرف انه الموضوع ممكن يكون شوي ملخبط، ولكن انا هلا رح احكي لكم على موضوع تلاقوا فيه انتم تلاقوا فيها المسميات كلها بكل بساطه، تمام؟ فبشكل عام انا هلا صرت اعرف انه هاد بالنسبه لهاد بيكون لور هاي، يعني هو بشكل عام اللو اللي قدم. طيب بيجي هلا شخص بيحكي لي انه يا الله هالمواضيع كثير معقده وكثير فايته بالحيط، وانا اصلا يعني يا دوبني عم بفهم الشارت ويا دوبني عم بقدر لسه اعرف الاتجاهات، ويا دوبني عم اعرف اقراهم. ما في شيء طريقه هيك معينه بسيطه انا ممكن اذا عرفتها وفر على حالي كل هالكلام؟ في وانا رح اعلمك اياه، ولكن انا كان لازم انا اعطيك الاساسيات اللي هي نحن بنبني عليها السوينج لو والسوينج هاي. وبدي اياك كمان تفهم وقت انت تشوف هالامور، تفهم شو يعني سوينج لو، تفهم شو يعني سوينج هاي، وتفهم شو يعني هاير هاي، وتفهم شو يعني لور لو ولور هاي والى اخره. طيب اذا نحن طبعا بنجي على تريدنج فيو بنروح على الانديكيتورز، تمام؟ او التولز يعني نحن بنستخدمهم كمان انه نحن نرسم او تساعدنا بالتحليل. اذا مجرد ما اكتب زيكزاك، تمام؟ في عندنا هون انديكيتور اسمه زيكزاك، مجرد ما انا ضغطت عليه راح يعطيني تلقائيا، بس لا حاول طبعا انه
اخفي بس الارقام. طيب راح يعطيني هو راح يصير تلقائيا راسم لي كل سوينج هايز وكل سوينج لوز. تمام، هو تلقائيا هلا هذا الانديكيتور اسمه زيجزاج رسم لي كل السوينج لوز والسوينج هاي موجودين بالشارت لحد هلا. طيب بيجي كمان شخص بيحكي لي طيب جميل هذا الكلام، يعني انا هلا الشيء اللي تعلمته اليوم، الشيء اللي تعلمته بين رسم السوينج لو والسوينج هاي راح يصير اسهل بكثير اذا انا استخدمت هذا الانديكيتور. ولكن انا هلا مثلا ما في عندي كمان شيء ميزه ثانيه بتقدر تبين لي شو السوينج لو وشو السوينج هاي وشو الهاير هاي وشو كمان في تكرم عين وقولوا انه انا ما بدي. طيب لنجي رح نمحي اول شيء الزجزاج الموجود حاليا، راح نحط كمان انديكيتور اسمه دبل زجزاج with HHLN. مجرد ما انا ضغطت عليه يعطيكم العافيه خلاص طلع لي كل السوينج لوز والسوينج هايز والاشياء اللي ساعه بحاول اشرح لكم اياها. طيب لنشوف بقى الكلام اللي حكيناه. قدامي انا هلا هون بشكل عام سعر البيتكوين الحالي صار 23900، هو تلقائيا عاطيني هاير هاي واللي قبل منه كان هاير لو. تمام، انه هذا الهاير هاي هذا هاير لو، عندي هون لور هاي لور لو هاير هاي ولور لو والى اخره. فانا بس باستخدام هذا النموذج راح يبين لي هو كل هالاشياء اللي انا حكيتها اليوم. واذا انت بدك تستخدم، انا بشوف اذا انت مثلا حابب بس تاخذ صوره افضل بتروح على الاعدادات تبعه، بتروح هون بتلاقي عندك الاعدادات تضغط عليها بتلاقي هون خيار بين الزيجزاج لاين ستايل مكتوب داش تحط له دوتد بكون منقط تنقيط احسن. تمام، بكون الامور هيك منقطه تنقيط اسهل. تمام، فانا هلا هيك صرت اعرف كيف حدد الاتجاهات وشو يعني هاير هاي وشو يعني لور لو والى اخره. تمام، هل هذا الشيء واضح لحد هلا؟ عيد شو عندك بالضبط، شو الشيء اللي ما فهمته؟ عيد المؤشر بتروح على الانديكيتور بتكتب مكتوب دبل، تمام، زيج زاج، بتلاقي اسمه دبل زيج زاج، فيك طبعا تحط له نجمه مشان يضل عندك، مجرد ما ضغطت عليه راح يطلع عندك وراح يصير فيك تستخدمه. راح يبين لك هو كل الهاير هايز وكل اللور لوز. تمام، في حدا ما فهم لحد هلا؟ في عندك انت اي سؤال حول هذا الموضوع؟ في شيء ما فهمته؟ ما في اعدادات معينه، وبس انت اذا انا بس بفضل انه وقت انا ارسمه بيكون طبعا بعض الاشياء محدده بالنقاط بدل الخطوط، فانا طبعا بروح الاعدادات بحط لها مثلا بدل الداش بحط لها دوتد. بس طبعا هذا الشيء بيرجع لك كمان، يعني هذا الموضوع بيرجع لك. طيب كوتش لو يصير تاكيد وبعد يكسر السوينج هاي فين نعتبر انه الاتجاه تحول لصعود؟ يعني لو عندنا سوينج هاي شفنا صار تصحيح بدون كسر القاع وبعد التصحيح كسر السوينج هاي. طيب سؤال كثير حلو من محمد، سؤال كثير كثير حلو، طبعا المحاضره مسجله. طيب لنفترض انا هلا من شوي حكيت انه حتى نحن نرسم الاتجاه او نعرف نحن الاتجاه لازم ندور على قاع اعلى من القاع اللي قبله. طبعا اذا انا عم ادور على اتجاه صاعد لازم ادور على قاع اعلى من القاع اللي قبله ولو اعلى من اللو اللي قبله. طيب نجي بقى لهون، نجي بقى للمثال تبعنا. عندي هون سوينج لو سوينج هاي سوينج لو سوينج هاي سوينج لو سوينج هاي والى اخره. تمام، طيب لنوقف هون. طيب انا عندي هي كلها سوينج هايز اعلى من الهايات اللي قبله وسوينج لو اعلى من اللوز اللي قبله، فانا تلقائيا هون صرت اعرف انه لحد هلا الاتجاه صاعد. طالما عندي سوينج هاي هذا اعلى كامل اللي قبله وسوينج لو اعلى من اللي قبله فانا تلقائيا عرفت انه لحد هلا الاتجاه صاعد. فانا حتى سهل على حالي كمان بستخدم اداه معينه، بروح طبعا هون على الادوات بستخدم شيء اسمه parallel channel. تمام، مجرد ما ضغطت عليه فبحدد انا من تقريبا السوينج لوز بحددهم هيك. تمام، من السوينج لو للسوينج لو اللي بعده بيطلع لي هو هيك تلقائيا مثل سهم فيني احددهم طبعا على بحطهم طبعا على السوينج هايز. فانا وقتها حيصير عندي هيك قناه سعريه، نحن هي بنسميها قنوات سعريه واشرحها طبعا بطريقه مبسطه لسه اكثر بالمستقبل. فمجرد ما كسرت هالقناه عندك
مجرد ما كسر الوضع انت بتعرف انه الاتجاه تبعك خلاص انتهى. ولكن هذا الشيء بيتعلق اكثر بالقنوات السعريه، وراح يكون ان شاء الله كمان له محاضره مخصصه. ولكن انا بس حبيت انه بهالمحاضره اشرح عن موضوع السوينج لو والسوينج هايز والهاير هاي والهاير لو، حتى انت بالمستقبل وقت نحن هنحكي عن هذا الموضوع حيكون بالنسبه لك اسهل انك انت تفهمها. وهلا انت كمان صرت تعرف كيف انه انا ممكن احدد الاتجاه. تحديد الاتجاه ما بيجي بس برسم الترند، انما بيجي كمان برسم برسم تحديد السوينج هايز، تحديد السوينج لو. شو الفرق بين الهاير هاي والهاي؟ حكيت طبعا كمان انه الهاير هاي هي بتكون اعلى هاي من الهاي اللي قبلها. يعني كلمه هاير هاي بالانجليزي يعني هو اعلى، يعني هو الاعلى من الاعلى. تمام؟ فانا عندي هلا هون سوينج هاي، ولانه هذا اعلى منه فبصير هذا هاير هاي. بس يعني هلا بس اذا انت عرفت هلا هذا هالنقاط رح يكون لك كافي لليوم. بالمستقبل كمان احنا رح نحكي عن الامور الثانيه. ولكن اذا انت هلا فهمت انه هي اسمها هاير هاي، وهي اسمها مثلا سوينج هاي، وهي سوينج هاي، وهي سوينج لو، وهي سوينج لو، وهي لور لو، فانت لهذا اليوم فانت بشكل عام تكون طلعت بالمعلومات اللي انا حابب اعطيك اياها، حتى نجهزها ان شاء الله بالمكالمات الجايه. فانا هلا هون وصلت لنهايه هالمحاضره. فاي شخص عنده اي سؤال عن اي نقطه اتمنى انه الجميع يكتب لي هلا بالاسئله. شو نظرتك للبيتكوين؟ هلا بصراحه انا ما على حل البيتكوين، بدي بس اعطي المعلومات، وان شاء الله يعني رح نزل كمان بالقناه تبعي بالاوميجا، عم نزل تحاليل بشكل كامل، عم بعطي الاتجاهات، عم بعطي كمان وجهه نظري عن الموضوع. فالتحاليل كلها عم تنزل بالقناه. الله يعافيكم يا رب. الله يعطيك العافيه، شكرا على مجهودك، شكرا كثير يا علي. محاضرة اليوم تعتبر عن تحديد الاتجاه. محاضرة اليوم تعتبر عن تحديد الاتجاه. تعتبر انه كيف انا افهم السوينج لو وافهم السوينج هاي واعرف شو معناهم، بس اعرف انا شو معنى السوينج لو والسوينج هايز. وكمان حكينا عملنا مراجعة صغيرة عن الشيء اللي تعلمناه الدرس الماضي. كثر خيرك، خير الله. يعطيك الف عافية. طيب حبايبي، شكرا كثير لكم. بدأت اتداول البيتكوين على حساب ديمو. طبعا في منصات بتعمل هذا الشيء، مثلا عندك مثل منصة ايتورو. في عندك منصه موجوده على التريدنج فيو، كمان فيك انت تتداول فيها ديمو. وفي اكثر منصه تعمل هذا الشيء. يعطيك الف عافيه. اللغه الانجليزيه؟ لا لا، مو كل التحاليل باللغه الانجليزيه، هذا الحكي مو صح. طبعا مثل ما حكيت انا انه انا الاساسيات اللي انا مصورها موجوده طبعا كلياتها بالجامعه. واللي ما عم يعرف الاساسيات وين، بتروحوا على منتجاتي التعليم الجامعه كريبتو كرنسي، وبتلاقوهم اخر شيء تقريبا 12 درس. بدنا نحن السوريين اللي بتركيا شو بتنصحنا نطلعوا على اوروبا؟ شو بدي انصحكم بشو يعني؟ شكرا لك أسيد، الله يعطيك الف عافيه، الله يعافيكم يا رب. طيب اذا ما حد حدا عنده اي سؤال فرح انهي المكالمه. شكرا لكل شخص موجود معي على هالمكالمه، شكرا لكل حدا شارك. نشوفكم ان شاء الله بالمحاضرات الجايه.